بالنسبه للتواريخ مهمه جدا، هذا العامل اللي كنركز عليه بزاف. كلنا كنحماقوا على المنتوجات المغربيه ولكن للاسف غاليه، وديما كيجي في بالي واحد السؤال، علاش؟ وجيت حتى لعندهم باش نتاكد. بالنسبه للمنتجات المغربيه علاش غاليه؟ نلاحظوا على اول عامل ديالها هو الشحن، تيكون المسافه طويله بزاف دونك كيتطلب شهر ولا شهر ونص باش توصل لعند صاحب المحل. زائد حاجه اخرى كتكون اليد العامله كتكون غاليه شويه، حيت المنتجات المغربيه ما يبيعها غير المغربي. حنا المغاربه كنحاولوا ما امكن مطعم مغربي خاص يكون فيه المغاربه، وعاد صراحه المنتجات المغربيه كما قلت لك يعني ما بقاش كتقتصر غير على المغاربه، ولا العالم العربي ولا كله. دابا رايبه جميله ولا عشق الجميع، ولا الناس دابا انايا كنكون في مطعم مغربي لا بليبا كيجي عندنا المطعم كيقول لي بغيت رايبه جميله وميروندينا، يعني باش واحد تبارك الرحمن يعني ماشي مغربي قلت لك عرف هذا الكوب اللي عندنا في المغرب كانه عشق لا ينتهي. اي حاجه من الصغيره للكبيره، من ضامه ديال زعفران كيجي من المغرب، زيت العود كيجي من المغرب، اي حاجه كتجي من المغرب. الصراحه هادشي كيكون صعيب علينا شويه، كيخصنا نديرو اوردر قبل بواحد شهر وشهر ونص ان شاء الله كتوصل لواحد تيست طاجين مغربي باش اللحم برقوقه ما يصرعوش. العطيه مغربيه كتكون جيه عرق، كتكون جيه عرق. يعني هنا عندنا كنطحنوها. وكاين واحد العامل ثاني اللي هو العامل ديال الاسعار في المغرب، يعني حتى المغرب حتى هو اسعاره زاد، دونك ما امبوسيبل المغرب زاد وحنايا اللي كاينين في هذه البلاد. بالنسبه للتواريخ مهمه جدا، هذا العامل اللي كنركز عليه بزاف الناس يعني خاصها تركز على التواريخ ديال المنتوجات. كاين ناس كيجيو منتوجات اللي هما قليله كتجيب تاريخ اللي هو يعني غير دابا اسبوع، اهم شيء تجيب تاريخ يكون كيمد واحد الشهر. هذا الشيء اللي كاين.